وراح نحتفل قريبا بعودة الأهلي للمسابقة دوري روشن. يعني يسر على أيام لازلنا نتذكر الوجع اللي أصابنا في نهاية الموسم الماضي بهبوط الأهلي. الحقيقة كان واحد من أسوأ يعني الأخبار اللي ممكن يزفها المذيع في برنامج رياضي للمشاهدين، لأنه أنت تتكلم عن ركن من أركان الكرة السعودية وأحد يعني صانعي الكرة الحديثة في فترة من الفترات في تاريخ الكرة السعودية، ممول للمنتخب وإنجازات وتاريخ عريق. كان هبوط الأهلي للدوري الدرجة الأولى ما كان خبر عادي ولا كان يمكن التعامل معه بشكل عادي. حاولنا في هالموسم أننا نقول للأهلاويين أنه اللي تغير علينا فقط هو أن الأهلي موجود في مسابقة ثانية، لكن احنا كبرنامج نتعامل مع هذا الفريق على أنه جزء من مسابقتنا، لأنه ما تحلى البرامج الرياضية ولا يحلى الحديث إلا بالحديث عن الأندية الكبيرة. ويمكن الشباب يعني في البرنامج سواء الضيوف على مواقع التواصل الاجتماعي في حساباتهم الخاصة وحتى في البرنامج دائما كان حديثهم عن الأهلي ومتابعة لأخبار الأهلي ومباريات الأهلي وأهداف الأهلي. وبإذن الله نحتفل حلقة كاملة بعودة الأهلي، ولما يرجع رسمي عاد نبي نطلع حرتنا احنا عاد في اللي سواه الأهلي فينا لما نزل الدرجة الأولى، لأنه احنا كنا كاتمين وساكتين. نبغى هذا الفريق يمشي ويرجع مكانه. لما يرجع لا بنتفاهم معاه على سالفة الهبوط اللي سواها وأوجع قلوب محبي كرة القدم السعودية.